يعني يمكن ناس كتير بيسألوني ايه الدعاء اللي دايما يدعوه للشعور بالامان مثلا. يعني دايما في ناس عندها كرب بيقول لك انا يعني في دعاء فك الكرب، وفي دعاء يعني دعاء الاجابه في الاستخاره لو في استخاره، او دعاء المضطر. يعني في كذا حاجه الحقيقه الناس كانوا اوصوني لما انا اقعد مع حضرتك اسالك عليها. فايه الدعاء المحبب والله الى قلبك اللي ممكن الصيدليه المحمديه مليانه ادعيه في شتى المجالات. طب ادينا روشتات كده يعني للحاله يعني كذا دعاء. عندك اللهم انت ربي، دعاء الاستغفار سيد الاستغفار. نعم. ومن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا. الله اكبر. ومن كل ضيق مخرجا. بس كده. ورزقه من حيث لا يحتسب. ليه الاستغفار؟ لأن الإنسان دايما ما حلتوش إلا ربنا، ما حلتوش إلا ربنا. طلع نزل اقفل على نفسك الباب، ماليش غيرك يا رب. ممكن الواحد لو بكى قدام أهل بيته يحس بالضعف، وممكن فاكر لما أنت عيطت قدامي إنما ربك مش هيفضحك أبدا. يا رب ماليش غيرك، هروح فين؟ بالاسلوب اللي انت شايفه مرتاح له، لا لغه عربيه فصحى ولا اي حاجه. يا رب انا ماليش غيرك، هروح فين؟ اما انا كل خطا وكل بلاوي زرقاء وخلقتني بعيوبي. افتح لي باب رحمتك وارزقني بصحبه صالحه تعني، لان انا مخلوق ضعيف وكل فتن وخلقتني بغرائزي. لذلك المسلم الملتزم افضل عند الله من الصحابي الذي راى رسول الله. هتقول ازاي؟ هقول لك الصحابي الذي راى رسول الله ووجد الحق اعوانا، لا ياخذ بايده، انما الوقت الا من رحم الله. الحق الخيمه اللي ماشي، لو راك لاحبك. الحق اللي عامل لي ارهابي. مش هيحصل كده ولا لا؟ لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش الكريم. اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك. الله أكبر، كلام سيدك صلى الله عليه وسلم. أو استأثرت به في علم الغيب عندك. كل أسماء الله الحسنى تجدوها في هذه الكلمات. الله. طب إيه المطلوب؟ ما الدعاء مقبول بعد الثناء على الله. انت متى عاوز حاجه من واحد انت واظن مولانا بعد الصلاه عليه الصلاه والسلام، يعني دايما يقولوا في الدعاء اذا اردت ان يكون الدعاء مستجاب فعليك ان تصلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام في بدايه الدعاء وفي نهايه الدعاء. الدعاء هو معلق. نعم. حتى تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الصلاه والسلام. اصل الدعاء له اداب. نعم. مش اي حد. شو ايه المطلوب بقى بعد الثناء على الله ده كله؟ ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي. ليه القران؟ ما تقولش ان تجعل اي حاجه ثانيه ربيع قلبي. ليه؟ اولا لانه كلام الله، لأنه فيه الأوامر وفيه النواهي وفيه وفيه وفيه. أنت بتقول أنك ملتزم به. طب ينفع تقوله وأنت مش ملتزم؟ ما ينفعش. ما ينفعش. قد الشروط تأتيك الإجابة. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وغمي. من قاله صادقا عاملا به رفع الله الهم والغم والكرب العظيم. وهناك أدعيات كثيرة. سيدنا يعقوب عليه السلام إنما أشكو إيه؟ إليك ضعف قوتي، أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. سيدنا محمد بعد أن أشكو لك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا رب. لجأ لمين؟ لله سبحانه وتعالى. لجأ لمين؟ لقيصر أو كسرى أو إلى آخره من هؤلاء الآن الذين نعيش معهم؟ لا، لجأ لرب العزة. يا رب أشكو لك ضعف قوتي وقلة حيلتي. هذا الدعاء كل مرة أقوله إلا وأنا أبكي. ليه؟ خلاص. يقول علماؤنا اللي عاوز يتقرب إلى الله في أبواب كتير أوي ليه، باب الوفاء وباب وباب، إلا بابا واحدا فاضي وعليه قلة من الناس. عارف هو إيه؟ أن تتذلل إليه. يا رب بالعكس، أن تتذلل إليه. ماليش غيرك، هروح فين؟ هروح فين يا رب؟ أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهوانني على الناس. وهواني على الناس
يا أرحم الراحمين. الله على الكلمات. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو؟ وما أكثره الآن، وما أكثرهم القريب والبعيد. ملكته الشيطان، ما هو عدو وهو النفس. مولانا يمكن على الإيفيس بيقولوا لي ناس كتير جدا الحقيقة، بعضهم يقول لك احنا مخنوقين، احنا تعبانين. يا ريت في حوارنا مع حضرتك وفي ختام هذا الحوار أنا عايزك تدعو دعاء ونؤمن خلفك، دعاء يطمئن القلوب، دعاء انقاذ الثوره، دعاء انقاذ المؤمنين، دعاء انقاذ مصر. حاضر. فلتدعو ونلبي ونؤمن خلفك يا مولانا.